السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة. زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا الله اكبر الكحك والبسكويت بتاع العيد. انا طبعا هنزل لكم الكحك دلوقتي، والفيديو التاني هنزل لكم فيه البسكويت. بسم الله ما شاء الله، احلى طريقة هتستخدميها وتعتدي عليها على طول. زي ما انتم شايفين كده انا عملت الكحك زي ما هو بالرسمة بتاعته، ما ساحتش ولا حاجة، ودايب ما شاء الله اهو. بصوا الدوبان عامل ازاي، ما شاء الله الكحكة بتدوب في ايدك. طبعا في انواع كحك كتير، بس ده كحك ساده وبنحط عليه سكر، وفي بقى بنعمله بالعجوه بالملبن والكلام ده. انا استخدمت الدقيق ده، واستخدمت طبعا ربع معلقه من الخميره دي فوريه، وهنخش مع بعض دلوقتي ونعرف الطريقه ازاي. انا حضرت كوبايه ميه عاديه خالص من الحنفيه زي ما انتم شايفين اهو. اضيف ليها طبعا 3 معالق سكر. انا في الكحك كده كان عندي السكر اللي هو البودر، كنت انا عاملاه في البيت. هنحط طبعا 3 معالق في الكوبايه وندوبهم كويس. ادي التانية، وننزل بالمعلقه التالتة. دلوقتي انا حطيت 2 باقي واحده. ادي التالتة، وندوبهم كويس مع بعض. وطبعا انا حطيت ربع معلقه خميره، دوبتهم مع 3 معالق سكر. انا جبت كيلو دقيق اهو، احط عليه نخلته كويس، هحط عليه رشه الملح، نزلت عليه برشه ملح كده صغيره، و3 معالق نشا. دول كده 3 معالق نشا، بتخلي الكحك حلو كده ومبسوس وحلو، وما بتخلوش ناشف يعني. طبعا هنزل برضو ب3 معالق سمسم، هو جاي متحمص جاهز من عند العطار، اللي هي مع حاجة الكحك يعني. هنا بقى ده طبعا المقطع جه اهو، ان انا نزلت بربع معلقه خميره، واقلبهم كويس وهركنهم على جنب لغايه ما احتاجهم. وهنا بقى ده ريحه الكحك، انا نزلت بمعلقه، وطبعا هنزل بواحده كمان اهو. الكيس اساسا طلع فيه معلقتين كده. تاني معلقه ريحه كحك، هو الكيس بيبقى فيه معلقتين يعني. هنقلبهم بقى كلهم كده مع بعض. طبعا انا هنزل بنص معلقه بيكنج باودر، بس مش دلوقتي. طبعا انا غليت السمنه وقدحتها زي ما انتم شايفين كده، ونزلت على الكحك. وطبعا وانا نازله بقلب اهو لغايه ما كل الدقيق بتاعي يتشرب السمنه اللي انا قدحيها. اقلبهم لغايه كده السمنه كلها ما تشرب في قلب الدقيق زي ما انتم شايفين كده. ودي طبعا بعد ما نزلت بالسمنه المقدوحه، نزلت بربع معلقه بيكنج باودر او نص، عشان خاطر ما تموتش في قلب السخونيه. نقلب بقى كده تقليبه حلوه مع بعض. وكمان هنزل بسمنه مش مقدوحه، عشان خاطر تبقى على السخن وحبه على البارد، يعني الريحه بتاعتها تفضل موجوده، السمنه تفضل موجوده، لان دي سمنه مش مقدوحه. انا نزلت بالمقدوحه الاول. طبعا هنبس بقى الدقيق ده كده على كفه ايدينا. دي ريحه السمنه، ريحه السمنه برضو بتيجي من عند العطار، محطوطه مع قلب الحاجات اللي هي بتاعت الكحك. نبس كده ما بين كفه ايدينا زي ما انتم شايفين. انا امي كانت بتساعدني اهي، هي بتبس معايا. شايفين بقى، انا عايزه العجينه كده كده، السمنه كده دخلت في قلب الدقيق كده. بقى هنبدا نعمل نضيف الكوبايه ميه بتاعتنا اللي كنا راكنينها من شويه. طبعا يعني هو مجرد ان انا هلم، مش هعجن. انا مش هعجن، انا هلم بالميه العجينه. انا عايزاها تتلم معايا، وعايزه لما اعمل كوره منها كده وادوس عليها ما تشققش كده، يبقى العجينه بتاعتي ماشيه مظبوط اهو. دلوقتي انا بلم العجينه بتاعتي بالميه. شوف هتاخد كوبايه ميه ولا تاخد قد ايه. بنزل بقى شويه شويه من كوبايه الميه اللي فيها 3 معالق سكر وربع معلقه خميره. نلم بقى العجينه بتاعتنا كده. انا مش بعجن يا جماعه، انا بلمها اهو. تنزل بشويه شويه لغايه ما العجينه بتاعتي تتلم. شوف العجينه دي تاخد معانا ميه قد ايه من الكوبايه. بصوا كده العجينه بقت لينه في ايدي ازاي.
انا بعملها كده عشان اعرف ان هي ايه خلاص محتاجه ميه ولا لا. لو شققت معايا هحط لها، ما شققتش ومظبوطه دوست عليها كوره كده بصباعي ما شققتش، خلاص العجينه بتاعتي 100 100. شايفين؟ اعملها كده مره واتنين تلاته لغايه ما العجينه بتاعتي تبقى مظبوطه اهو. بقت لينه ما بين ايديا اهي. شايفين؟ انا عملتها كوره كده عشان اختبرها اشوف العجينه بتاعتي خلاص مش لو ما شققتش خلاص بصي هدوس عليها كده اهو، ولا شققت ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. طبعا انا كورت كل العجين بتاعي كور كده قد الليمونه عشان خاطر ايه تبقى سهله ليا ان انا اشكلها. عملنا زي ما شفتوا كده الاشكال اللي انتوا شايفينها دي، بسم الله ما شاء الله، ما بتاخدش معانا وقت. طبعا احنا بندخله على فرن مسبق التسويه، مسبق التسخين على درجه حراره 180. كده انا خلصت الكميه بتاعتي والاشكال اللي انا عايزاها، وانت شكلي زي ما انت عايزه بالمنقاش بالاستنباط باي حاجه انت عايزاها تشكلي بيها. طبعا لما استوى بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين طلع كده، اللهم بارك وبألف هنا وألف شفا على قلبكم كده يا رب. وكل سنه وانتم طيبين وبخير وعيد سعيد عليكم. بس انا طالبه منكم بقى تعملوا لي كومنت حلو كده وتفعلي زر الجرس وتحطي لايك جميل منك كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.